انا بجد نفسي اعرف مين اللي اخترع الاسطوره دي، والناس كلها قاعده ترددها وخلاص، يقول لك محدش بيدعم المحتوى الهادف، كله بيدعم الرقص والمهرجانات. لاست كريسماس. انا بقى هثبت لك حالا ان الكلام ده كله هبد. ده شارع لولو، تجاربه وصلته اكتر من 16 مليون متابع. احمد ابو زيد بيتكلم عن الانتاجيه، عنده اكتر من 12 مليون متابع. الدحيح كل فيديوهاته بتجيب ملايين. قول لي بقى لو محدش بيدعم الناس دي، امال الناس دي جابت الارقام دي ازاي؟ متعلم يا بتاع المدارس. بل الصدمه ان في الاف بيغنوا مهرجانات ومحدش فيهم بيجيب 30 فيو على بعض. انا بقى هقول لك ليه. صناعه المحتوى زيها زي اي لعبه، يا تلعب بقوانينها وتكسب يا اما جيم اوفر. فلو عايز تفهم اللعبه عشان تقدم محتوى هادف ليك او للبيزنس بتاعك، فليك نصيحتين: واحد، يا تقدم قيمه جديده ما كانتش موجوده، يا تقدم قيمه موجوده بطريقه مختلفه. اثنين، الاستمراريه ثم الاستمراريه ثم الاستمراريه. واحد زي ابو زيد بيعمل محتوى بقاله 12 سنه، ساعد ملايين يطوروا نفسهم في الوطن العربي من غير ما يستنى كلمه شكر. ولو هو فرق في حياتك في يوم من الايام، فالنهارده تقدر تقول له شكرا في 3 ثواني بس. ابو زيد مترشح لجائزه قيمتها $1,000,000، والمسابقه معتمده على التصويت. والموضوع بسيط، هتدخل على اللينك تنزل تحت تختار ابو زيد وتعمل فوت. فاضل 36 ساعه بس على انتهاء التصويت، فابعت الفيديو لزمايلك واصحابك عشان يلحقوا التصويت. واعتقد دي اقل كلمه شكرا نقولها له وندعم بها اي محتوى هادف. ولو عايزني ابعت لك اللينك كمان اكتب لي في الكومنتات وانا ابعته لك. لايك، فولو، شير. كان معكم هاني شاكر، حسن شحاته.